الأول كده قبل ما أبدأ خلينا بس نكون متفقين. كل الناس النهاردة آه، كله قاعد مستني ماتش الأهلي والزمالك بقى، ومين هيلعب إيه ومين هيعمل إيه ومين هيكسب ومين هيخسر، والأهلاوي اللي هيحفل على الزملكاوي ولا الزملكاوي اللي هيحفل على الأهلاوي. النهاردة نهائي الكاس برضه مش حاجة سهلة يعني، فالماتش شكله كده هيبقى جامد أوي. تمام. ففي وسط بقى أجواء الماتش دي اللي هيحصل كمان شوية ده، خليني بس كده أتكلم معاك وأقول لك هو ده ليه دعوة بالفلسفة؟ يعني الكورة دي لها دعوة بالفلسفة؟ أكيد طبعا لها دعوة بالفلسفة، مفيش أي حاجة في الدنيا ملهاش علاقة بالفلسفة. تعالى بقى أربط لك اللي هيحصل بالماتش والخناقة اللي احتمال تحصل النهاردة دي بالفلسفة بتاعتنا النهاردة. الفيلسوف بتاعنا النهاردة اسمه هانز يونس. تمام. هو كان أهم فلسفاته يعني اللي كان بيتكلم فيها حوالين الروح الرياضية، وقد إيه الرياضة هي حاجة جميلة وحاجة متسامية بالإنسان وبالإنسانية عموما. فخلينا مثلا نقول مثلا الفلسفة بتاعته في كام نقطة كده. أول حاجة قيمة الرياضة البشرية، دي أول حاجة معانا. تاني حاجة الروح الرياضية. تالت حاجة التركيز على أخلاقيات الرياضة. تمام. آه، في الحقيقة هانز يونس من أكتر الناس اللي كان بينادي بأن الرياضة حاجة مهمة ومفيدة للإنسان نفسيته وجسمه وكمان عقليا. هو كان بيقول إن الرياضة مفيدة بكل الطرق يعني، لكن هو بيقول امتى الرياضة ما تكونش مفيدة؟ لما تتحول لمجال ومكان للسخرية والتعصب، ان الناس بسببها تتخانق في بعض، ان الناس بسببها تمسك في بعض. هو كان بيقول ان ده مش صح خالص، وانه لازم ان احنا نرتقي ليبقى في حاجة، في حاجات من التعالي والتسامي. ماشي انا كسبت تقول لي مبروك، انت خسرت انا اقول لك هارد لك كده يعني، مش الموضوع يبقى يقلب خناقة ولا انا كنت احسن وانت كنت اوحش. لا، الموضوع مش كده خالص. تعال اخدك في رحلة كده نشوف هانز يونس بيقول ايه. بس قبل ما ابدأ خليني اقول لك اعمل شير لايك سبسكرايب هنا للقناة، ولو انت مش مفعل الجرس فعله، علشان احنا هنا بننزل فيديوهات على طول. وبالمناسبة انا هسيب لك اللينكات بتاعت الحلقات اللي فاتت تحت في الديسكريبشن، حقيقي هتستفاد جدا من باقي الحلقات. خلينا نبدأ في اول حاجة قيمة الرياضة البشرية. هو كان بيقول ان بسبب ان الرياضة دي هي حاجة فيها حركة بدنية الى حد كبير، هو بيقول ان هي حاجة مفيدة للجسم للروح للنفس. ده كلام هانز يونس مش كلامي. هو كان بيقول ان النفس الانسانيه بتستفاد لما بيحصل فيها انتعاش في الروح، انتعاش في الدم. لما الدوره الدمويه تجري، الجسم هيبقى عضلاته بتكبر اكتر، هيبقى بينمو اسرع واحسن طبعا. آه، تاني حاجة هو كان بيتكلم فيها الروح الرياضية، دي بقى اللي احنا عايزين نشوفها النهاردة. الأهلي بيلعب الزمالك أو الزمالك مثلا بيلعب الأهلي، العبوا بعزيمة وبقوة، لكن في نفس الوقت بنزاهة وشرف. بلاش خداع، بلاش تحايل على الحكام. اللي يلعب يلعب كويس، ما يلعبش وحش. آه، الجمهور، يا ريت الجمهور الهتافات اللي في المدرجات تكون كويسة. كل دي حاجات هانز يونس اتكلم عليها في فلسفته. لازم تكون في روح رياضية لأن هي اللي بتعلي المكانة الإنسانية بين باقي الكائنات. تالت حاجة التركيز على أخلاقيات الرياضية. يعني إيه التركيز على الأخلاقيات الرياضية؟ يعني بيقولك اللعب النظيف. تمام. إن إحنا نتعامل معاملة حسنة مع المنافسة، لأن المنافسة ساعات بتولد صراع. اتكلمنا طبعا عنها في حلقة ابن خلدون. المنافسة في أوقات كتير بتولد صراع، فهو بيقول إزاي إن إحنا نتعامل مع المنافسة كأنها منافسة. ماتش ظريف 90 دقيقة هيخلص وخلاص، كل واحد هيروح لحاله. مش حكاية بقى، مش بعد الماتش نلاقي ده ماسك في ده، ده بيتخانق في ده، الجمهور ده بيشتم في الجمهور التاني. لا خالص، مش هي دي الحكاية ولا هي دي اللعبة ولا هي دي كرة القدم أساسا. هانز يونس بيقول إن لازم نركز على الأخلاقيات أهم من المكسب. لا، نلعب لعب أخلاقي واللي يكسب يبقى هو الأفضل. مش لازم خالص نتخانق في بعض، مش لازم خالص نمسك في بعض. آم، كمان هو كان بيقول إن لازم يكون في لعب نظيف. ما نقولش بقى بعد الماتش ده كانوا راشين الحكم، الناس دي ما كانتش بتلعب كويس على فكرة وكسبوا، الناس دي كانت بتغش. لا خالص مش كده. وعلى فكرة الكلام ده هانز يونس بيطبقه مش على الرياضة في مصر بس أو كرة القدم بس، لا، هو هانز يونس بيتكلم في كل الرياضات عموما. هو بيقول ان الروح الرياضية بالنسبة له واحدة، مفيهاش اختلاف من رياضة للتانية. تمام. لكن الاختلاف بيحصل منين؟ من تعاملنا احنا مع هذه الرياضة. يعني مثلا لما نيجي نتكلم هنا في مصر ان الكورة حاجة شائعة جدا فيها. آه طبعا انا مش عايز اطول عليكم علشان الماتش كمان كام ساعة، لكن لقيتها فرصة بصراحة نتكلم عن فيلسوف مهم زي هانس يونس. حد مهم جدا يتكلم في الرياضة، وكان بيقول قد ايه الرياضة هي حاجة مفيدة وبتجمع المجتمع حوالين بعضه زي النهاردة كده ما هيحصل. آه المراجع بتاعت الحلقة النهاردة هو الرياضة والروح لهانز يونس،
الروح الرياضية في ضوء العصر الحديث من أهم الكتب اللي انتوا هتفهموا بيها يعني ايه رياضة في فكر فلسفي حقيقي. هانز يوناس فيلسوف ألماني، حد مهم جدا في عصره. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة. طبعا المصادر هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. ما تنساش شير لايك سبسكرايب للفيديو، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.